المستقبل بين يديك، كيفاش تخدم اليوم على أحلام غدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ديالنا اليوم، اللي غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيشغل بزاف الناس، بزاف ديال الشباب، اللي هي كيفاش نقدروا نخدموا على راسنا اليوم باش نضمنوا مستقبل الغدا. علاش الطموح ضروري؟ الطموح هو اللي كيعطي المعنى للحياة ديالك، كيخليك تحلم بأهداف كبيرة وكتمشي وراها بلا ما تخاف. والسبق شفتي شي واحد وصل للنجاح كبير بلا ما يكون عنده طموح بطبيعة الحال. كاين بزاف ديال الناس اللي بداو من الصفر، كيف ما كان بزاف القصص ديال الناس المغاربة تحداو الظروف وبناو حياتهم. مثلا فلان اللي كان كبائع متجول واليوم هو عنده شركة ولا عنده محلات كثار، ولا مثلا واحد السيدة اللي كانت كتخدم في الصناعة التقليدية وتشابرت ومن بعد ولات مصممة ولات عندها شركة عالمية. هنا كيجي كيفاش نواجهوا الصعوبات ديالنا، لأن الحياة ماشي ديما وردية. الفشل كيبقى جزء من الطبيعة، لأن الفشل كيبقى جزء طبيعي من الرحلة بطبيعة الحال. إلا ما كانش عندك كيفاش غادي تتعلم؟ خذ غير مثال ديال اللاعبين مثلا الرياضيين على سبيل المثال، اللي كيديروا تمارين لساعات طويلة وكيتعرضوا للهزائم مثلا ويوصلوا للفوز مرة أخرى، حيث حياتك بحال ما كاينش الفرق. إلا فشلتي مثلا وقف حاول من جديد وما تخليش الإحباط يغلب عليك بطبيعة الحال. استغلال الوقت بواحد الشكل ذكي، لأن الوقت هو رأس المال الحقيقي ديالك. كاين اللي كيضيعوا في الجلوس بلا هدف، وكاين اللي كيبني أحلامه بالدقيقة. كيفاش تستغل وقتك؟ خصك تخصص على الأقل ساعة في اليوم باش تخدم على الحلم ديالك، كيف ما كان صغير. تعلم مهارات جديدة، لغة، برمجة، تسويق مثلا. المهم حاجة تزيدك لقدام بطبيعة الحال. خصك تستثمر في نفسك، كل نهار هو فرصة باش تكون نسخة أحسن من راسك. قرأ كتوبة واسمع بودكاست، حضر دورات تكوينية، عرف على راسك نقاط القوة ونقاط الضعف باش تحاول تطورها وتمشي إلى الأمام. خلاصة ورسالة أمل، هو المستقبل ديالك نتيجة ديال القرارات اللي كتاخدها اليوم. إلا بغيتي تحقق شي حاجة كبيرة خدم عليها من دابا. كيف ما كيقولوا غرسة اليوم هي شجرة الغد بطبيعة الحال. إلا غرستي اليوم غدا غتنضك واحد الشجرة وغتستافد منها. ختاما بغيت نقول لك ما تخافش من التحديات وما تخافش من الفشل. حط أهداف ديال قدام عينيك وخدم عليها بالصبر والمثابرة. نطلب منكم أن تشاركونا في التعليقات التخطيط لمستقبلكم إذا أمكن.